فهنبدأ ببساطة دكتور أحمد وتقول لنا إيه أصلا هي الارتكارية دي؟ الارتكارية بعبع، يعني فعلا يعني بعض الناس لما بيجي لها ارتكارية ما بتنامش الليل ولا النهار من كتر الهرش والحكة الشديدة يعني. كده في الهرش الواحد يفضل قاعد يهرش طبعاً. يقطع في نفسه، لكن قد تقع مشكلة كبيرة نخلي بالنا منها. بنبه، مش مشكلة في الوزمة الوعية ولا في الارتكارية طبعا في كألم، لكن ممكن تهدد الحياة في حاجة من اتنين. هي دي بقى المشكلة، تهدد الحياة. لكن الارتكارية ممكن تيجي ارتكارية سادة اللي هي الارتكارية وبنت عمها الوزمة الوعائية، تمام. او ارتكارية كجزء من هجمة جهازية، تمام. ان دي واخدة الجسم كله، بنسميها الحساسية المفرطة. دي بنسميها من كوارث الحساسية. ان الارتكارية الحادة اللي هي قعدت اقل من 6 أسابيع دي في الغالب بتكون حساسية. طيب دكتور احمد كده هنخش في نقطة تانية، اسباب الارتكارية. ليه اصلا او ازاي، ايه السبب اللي انا مثلا ربنا يعافي الناس كلها يصاب بالارتكارية؟ اما بقى الارتكارية المزمنة ودي اللي بتجنن الناس، ان مشكلتها ان هنفاجئ بعد ما العيان يقول لي ده انا بطلت اكل كل حاجة. هنفاجئ ان 85% من حالات الارتكارية المزمنة غير مسببة او غير معروفة السبب. ما هو خلي بالك ارتكارية لازم بقع. تأكيد ان الارتكارية ممكن تيجي في 3 صور. تمام. البقع الهراشة دي مع الوزمة الوعائية التورمات، او ممكن تيجي ارتكارية بس. تمام. او ممكن تيجي بقى احيانا، وده اللي بيخم الناس، انها تيجي وزمة وعائية بس. دايما انا بقول الوصف مش زي الشوف. فنصيحة لأي مريض يجي له اي بقعة جلدية او اي حاجة يصور. تمام. الصور دي بتفرق قوي مع الطبيب. طيب ناخد بقى نقطة يا دكتور احمد، الوقاية بقى. يعني هل في طرق للوقاية من الهرش او من الارتكارية؟ خلاصة الكلام بقى، لو عايز الخلاصة، الارتكارية مرض حميد ما نقلقش منه، محتاج بس ان احنا نروح للدكتور المتخصص الجلدية او المناعة والحساسية وناخد العلاج بانتظام. مضادات الهستامين الجيل الثاني، بلاش الجيل الاول. نبعد عن الكورتيزون قدر المستطاع، وحتى لو هستخدمه لاقل فتره ممكنه بلاش كورتيزون مستمر. هصلح حاجه واهدم قصادها 50 حاجه، والموضوع ان شاء الله بياخد وقت، ونبعد عن التوتر والقلق، وان شاء الله حياتنا هتبقى سعيده. فجأة تلاقي احمرار في الجلد، هرش شديد، ممكن يبقى ليك انت وممكن يكون لابنك وممكن يكون لزوجتك. طيب بسرعة بنروح للدكتور. الدكتور ممكن يقول لنا دي ارتكارية وتاخد مضاد هستامين. طيب هل كل الارتكارية نفس النوع؟ وهل هو العلاج بيتاخد لكل الحالات؟ طيب الارتكارية دي عرض ولا مرض؟ النهاردة بإذن الله هنتكلم مع متخصص وخبير في هذا التخصص عشان نعرف بالظبط ايه هي الارتكارية وايه هو علاجها وازاي يكون عندنا وعي بيها. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست طريق العافية، والنهاردة حلقة الهرش والحساسية او الارتكارية. واهم حاجة ما نكونش بنهرش دلوقتي. معانا في حلقتنا النهاردة ضيف كبير جدا وانتوا بتحبوه. هو استشاري واستاذ مساعد البطنة العامة والحساسية والمناعة والروماتيزم، استاذنا الدكتور احمد يحيى اسماعيل. شرفتنا دكتور احمد. اهلا وسهلا استاذ مدحت، يا رب يكرمك. دايما انت بتجيب المواضيع المهمة والحساسة، وسعيد بوجودي معاكم. الله يحفظك دكتور احمد. وسعيد ان انت بتحيي مواضيع يعني زي تخصص الحساسية من التخصصات المظلومة في مصر شوية. الارتكارية فعلا من الحاجات المزعجة جدا جدا، وزي ما حضرتك قلت ممكن تيجي للراجل، تيجي للست، تيجي للأطفال، للكبار. وقبل ما نخش في الحتة دي، يعني احنا المواضيع الحساسة دي ما بنجيبهاش مع اي حد. لازم ما بتاع الحساسية لازم يجيب المواضيع الحساسة. ايوه لازم يبقى معانا ضيف كبير عشان ربنا يكرمك، نناقش المواضيع دي. بنستفيد من بعض. الله يحفظك. واهم حاجه برضو يعني الحمد لله، يعني في حلقاتنا اللي فاتت بقى مع دكتور احمد يحيى ممكن برضو حضراتكم ترجعوا لها على قناتنا على اليوتيوب، ولو لسه ما سجلتش على قناه اليوتيوب ممكن تسجل دلوقتي عشان يجيلك اشعار بكل حلقه جديده من بودكاست طريق العافيه. وعملنا حلقات مع دكتور احمد يحيى قبل كده، ممكن ترجعوا تشوفوها ان شاء الله. والنهارده حلقتنا في الارتكارية. الميزة مع دكتور أحمد اللهم لك الحمد إن دكتور أحمد بيتناول الموضوع ببساطة. فهنبدأ ببساطة دكتور أحمد وتقول لنا إيه أصلا هي الارتكارية دي؟
الارتكاريا بعبع، يعني فعلا يعني بعض الناس لما بيجي لها ارتكاريا ما بتنامش الليل ولا النهار من كتر الهرش والحكه الشديده. انا مش هنسى، كانت بنت في ثانويه عامه وكانت عندها ارتكاريا، ووصلنا للعلاج البيولوجي وما كانش لسه متوفر. كان ساعتها متوفر في اسيوط، كانت بتسافر من بني سويف لاسيوط عشان تاخد الجرعه وهي في ثانويه وفي ياه. من شده التعب. بس الحمد لله بقى متوفر في كل المحافظات وفي الحمد كل لله. الاماكن. ده غير بقى ان ربنا يعافينا احيانا بيكون معاها الارتكاريا بتيجي في صوره الويلز دي او المرتفعات. ودي نقطه مميزه انها تكون بارزه عن الجلد وبتهرش هرش جامد. او بتيجي معاها حاجه اسمها الوزمه الوعائيه. ربنا يعافينا، دي مشكلتها ان ايه؟ فجاه تلاقي العيان شفته ورمت، تلاقي عينه ورمت. دي برضو ما بتبقاش مشكله قوي، لكن هي مشكلتها طبعا في الازعاج والهرش مشكله الجامد في الهرش، الواحد يفضل قاعد يهرش طبعا. يقطع في نفسه. لكن قد تقع مشكله كبيره نخلي بالنا منها. بنبه، مش مشكله في الوزمه الوعيه ولا في الارتكاريا طبعا في كألم، لكن ممكن تهدد الحياه في حاجه من اتنين. هي دي بقى المشكله. تهدد الحياه. هي دي بقى النقطه اللي لازم نخلي بالنا منها ويكون في تحرك سريع. لو الوزمه الوعائيه المصاحبه للارتكاريا. يعني ايه الوزمه الوعائيه؟ الوزمه الوعائيه نتيجه ان بيحصل نتيجه زياده افراز الهستامين، هو موسع للشرايين، فيبدا يحصل تمدد في الانسجه. تمام. ممكن يحصل تحت الجلد او في الاغشيه المخاطيه، تبقى انتفاخ يعني. تمام. وممكن احنا هنضيف صور كده تبقى واضحه في الحلقه. بس فعلا الله. دي بتبقى مشكلتها بقى لو حصلت في الاغشيه المخاطيه، لو بدات تاثر اللسان يتنفخ او الاغشيه المخاطيه في الحنجره، دي بتهدد ان ممكن يقفل مجرى التنفس. يا الله. دي اول حاجه. فساعتها اي تغير في مجرى التنفس لازم فورا طلوع على المستشفى. تمام. او بقى النقطه الاهم اللي بننبه ليها، لو هي جزء من حاجه اسمها الحساسيه المفرطه، الانافيلاكسس. لان برضه الانافيلاكسس قد يهدد الحياه. يعني مش ارتكاريا بس، بقى ساعتها العين ارتكاريا مع في تزييق، في ضيق في الشعب الهوائيه، او ارتكاريا مع هبوط في الضغط. بس احنا عارفين دايما ان الارتكاريا بتبقى حساسيه بس، يعني ما هي دي بقى، ما هي لو حساسيه بس جلديه بس دي سهله، لكن احنا الانافيلاكسس او الحساسيه المفرطه دي بنعرفها ان يكون في جهازين اتاخدوا في وقت واحد. يعني كده في نوعين من انواع الحساسيه. يعني كارتكاريا. طبعا الحساسيه دي هيبقى لنا حلقه خاصه بيها بانواعها. بنتكلم على الارتكاريا. لكن الارتكاريا ممكن تيجي ارتكاريا ساده، اللي هي الارتكاريا وبنت عمها الوزمه الوعائيه. تمام. او ارتكاريا كجزء من هجمه جهازيه. تمام. ان دي واخده الجسم كله، بنسميها الحساسيه المفرطه. دي بنسميها من كوارث الحساسيه. تمام. دي بنعرفها ان مثلا ارتكاريا مع ضيق في التنفس، او ارتكاريا مع هبوط في الضغط. خلاص. او ارتكاريا مع اسهال ومشاكل جهاز هضمي. دي محتاجه تحرك فوري على المستشفى. لان دي محتاجه ساعتها، ودي بقى للاسف فيها خطا كبير في التعامل. ناس بتعامل الانافيلاكسس ده او كده بيدوا كورتيزون ومضادات الهستامين، لا دي محتاجه ادرينالين فورا. يمكن نبقى نعمل حلقه مخصوصه للانافيلاكس، بس انا باكد ان مش كل الارتكاريا حضرتك بتقول زي بعض. لا، لو ارتكاريا ساده دي سهله، مش كل حاجه زي ما قلنا في المقدمه كده ياخد مضاد هيستامين وخلاص. انا قلت على علامات الخطر اللي محتاج فورا يتحرك. اثرت على مجرى التنفس بدءا من اللسان للحنجره او غيره، او معاها جهاز تاني مصاحب، الجهاز التنفسي حصل ضيق شعب هوائيه، تزييق، هبوط اكسجين او دوخه، الضغط بدا ينزل، او معاها اعراض الجهاز الهضمي بقى، اسهال ومغص والكلام ده، يبقى تحرك فوري على المستشفى. دي لازم يطلع المستشفى على طول. او نتيجه مثير معين معروف ان الولد حساس ليه، زي مثلا لدغه النحله او كده، دي برضو ممكن تدخل في انافيلاكسس او الحساسيه المفرطه. لازم يبقى تحت الملاحظه، وفي الغالب لو في فعلا ثبت انافيلاكسس ندخل بالادرينالين فورا. تمام. يبقى احنا كده قلنا في حساسيه مفرطه، صح كده؟ ودي اللي هي فيها خطوره، والمفترض لو حد شاف الاعراض دي يطلع على المستشفى بسرعه على طول. وحساسيه او ارتكاريا بقى، ارتكاريا اللي هي بص يعني دايما نقول كده ارتكاريا ساده وارتكاريا بلبن. شاي وشاي بلبن، هو كده يعني. الساده دي ما فيهاش مشكله الا لو اثرت الوزمه الوعائيه، الانتفاخ اللي بيكون مصاحب بيها، على مجرى النفس. او بقى لو هي جهازيه بقى اللي هي بالتحبيشه بتاعتها، دي فورا برضو تساوي مستشفى. طب دكتور احمد، لو فضل الارتكاريا موجوده وطفح جلدي لمده اسبوعين مثلا، يعني هل ده كده في خطوره او في مشكله؟ ما هي دي بقى التقسيمه الاهم بقى في الارتكاريا. خلاص انا عرفت دي ساده ولا محبشه. خلاص. الحاجه التانية بقى، الارتكاريا دي حاده ولا مزمنه؟ تمام. ودي نقطه فيصليه مهمه. ليه؟ لان الارتكاريا الحاده اللي هي قعدت اقل من 6 أسابيع، دي في الغالب بتكون حساسيه.
نتيجه بقى تعرض لدواء معين او عدوى جهاز تنفسي او اكل معين، دي ممكن تكون حساسيه. لكن الحساسيه اللي بتعدي ال6 اسابيع او ما تسمى بالارتكاريا المزمنه، هنتفاجئ ان احنا نقول دي مش حساسيه، دي في الغالب مرض مناعي. مرض مناعي. ليه؟ لان ده هيفرق معانا في فهمنا للموضوع شويه. ان الارتكاريا مثلا المزمنه ملهاش علاقه باكل، ملهاش علاقه بالادويه بالكلام ده، لان العيانين بيجوا جربت ابطل كذا، جربت ابطل كذا، كنت واخد قبلها مش عارف ايه، لا ملهاش علاقه بالحاجات دي. فمهم قوي تقسيمتها، دي حاده ولا مزمنه. طيب دكتور احمد، كده هنخش في نقطه تانية. اسباب الارتكاريه، ليه اصلا، او ازاي، ايه السبب اللي انا مثلا، ربنا يعافي الناس كلها، يصاب بالارتكاريه؟ ودي نقطه مهمه، لان زي ما قلنا الارتكاريا الحاده دي غالبا حساسيه، ممكن بقى تيجي نتيجه دواء، نتيجه اكل معين، او نتيجه عدوى زي عدوى الجهاز التنفسي او كده. تمام. دي خلاص بتبقى غالبا حساسيه، وفي الغالب الحل الاجتناب للحاجه دي. اما بقى الارتكاريا المزمنه، ودي اللي بتجنن الناس، ان مشكلتها ان هنفاجئ بعد ما العيان يقول لي ده انا بطلت اكل كل حاجه، هنفاجئ ان 85% من حالات الارتكاريا المزمنه غير مسببه او غير معروفه السبب. يعني ما نبطلش اكل مانجا عشان احنا في الصيف دلوقتي، والمانجا الناس مرتبطه بالموضوع ان المانجا بتعمل حساسيه. ما هي دي بقى النقطه، ان احنا نقول اسمها ارتكاريا مزمنه غير مسببه. العيان يقول لي انا بطلت اكل سمك لان انا كنت واكل سمك جات الارتكاريا. طب لما بطلت السمك حصل ايه؟ بتجيلي برضه. طيب يبقى مش ملهاش علاقه. فال 85% بنسميها سبونتينيوس او غير مسببه، بتيجي بدون مثيرات. وال 15% التانيين بقى برضه ما لهمش علاقه بالاكل، اللي بنسميها ارتكاريا فيزيائيه، الانديوسابل او المستثاره، او دي فيزيائيه نتيجه تعامل فيزيائيه في الجو. يعني في حاجه اسمها ارتكاريا نتيجه الشمس، في بعض الناس لما يطلع في الشمس يبدا جسمه يجي له بقى العين بالتعبير المصري يقول لك جسمه اتفطر، كانت ماله فطير. يعني ممكن الحراره او البرد يجيبوا هرش، دي بقى حاجه تانية، ما دي في الشمس نفسها. الشمس. وممكن نتيجه الحر حتى لو مش في الشمس، الهيت ارتكاريا او ارتكاريا الحراره. تمام. او ارتكاريا البرد، ناس بيجي لها مع البرد. وفي حاجه بقى غير الشمس والحر، ارتكاريا العرق او الكولينرجيك، لما يعرق مثلا وكده يبدا جسمه يجي له ارتكاريا. وفي ارتكاريا نتيجه الضغط، العيان مكان الاستك بتاع الحزام او المكان الشراب او اي حاجه يفاجئ ان بتيجي الارتكاريا. تمام. ودي بيلاحظ انها بتيجي في اماكن الضغط، بس حتى ممكن تكون متاخره، ممكن تكون ديليد او متاخره. وفي كمان ارتكاريا بنسميها كتوبيه الجلد او الديرموجرافيزم، ان العيان لو اتخدش كده يحصل مكانها الحاجه البارز دي، لدرجه ان احنا بقى ممكن يعملوها بقى يكتب اسمه، يعمل مش عارف حركات كده بيكتبوا على الجلد. فدي كلها ارتكاريا فيزيائيه، ولو لاحظت ملهاش اي علاقه بالاكل معين او الادويه او كده. يعني احنا واحنا بنتكلم دلوقتي مثلا انا حاسس ان انا عايز اهرش. اهرش ده نوع نفسي مثلا. ما هو خلي بالك ارتكاريا لازم بقع. لان برضو قصه الهرش دي نفسي نعمل عنها بودكاست في يوم تاني، إن شاء الله. ان الهرش مش كله ارتكاريا، بس ارتكاريا تساوي الويلز او يعني البقعه دي هي اللي بتقول ان دي ارتكاريا. ومع التاكيد ان الارتكاريا ممكن تيجي في 3 صور. تمام. البقع الهراشه دي مع الوزمه الوعائيه التورمات، او ممكن تيجي ارتكاريا بس. تمام. او ممكن تيجي بقى احيانا، وده اللي بيخم الناس، انها تيجي وزمه وعائيه بس. تمام. ورم بس بنعرفها باستجابتها للهستامين. لو استجابت للهستامين وكانت وزمه وعائيه تتعالج بالهستامين، دي بنعملها زي الارتكاريا المزمنه. فالارتكاريا المزمنه ليس لها مثيرات، بس بنأكد على اجتناب حاجتين: المسكنات اللي هي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري او غير استيرويديه زي الكتافلام، ديكلوفيناك والبروفين والفولتارين والحاجات دي كلها. تمام. لكن البارامول او الباراستامول امن. والتوتر، دول اكتر حاجات مشهوره انها ممكن تهيج الارتكاريا حتى لو غير مسببه. تمام. هي برضو لما بتبقى يصاب بها الاطفال، يعني غير الكبار شويه، يعني الاطفال بيتوجعوا منها، ممكن الام بتبقى عايزه تاخد يعني اي اجراء سريع في موضوع المسكنات ده، فعشان كده ممكن يلجأوا للمسكنات. يعني ما هو دي نقطه كويس انك اتكلمت فيها، ان الارتكاريا بتعمل حكه مش بتعمل وجع. ان لو الارتكاريا بتعمل وجع دي حاجه مختلفه، ودي بقى من الحاجات اللي ساعتها ممكن ناخد عينه من الجلد. كويس الكلام بيجي بعض، ممكن ناخد عينه من الجلد. لكن الارتكاريا عامه تشخيص اكلينيكي بالنظر. يعني انا حتى دايما يعني ودي نصيحه، يعني حضرتك ما تطلبش تحاليل عشان نعرف ان في ارتكاريا مثلا؟ الارتكاريا الحاده مش بنعمل لها حاجه. خلاص.
الارتكارية المزمنة برضو ممكن نعمل تحليل الغدة الدرقية TSH نطمن على صورة الدم. لكن المبالغة، ودي توصيات عالمية، المبالغة في طلب تحاليل عشان ارتكارية ملوش قيمة. حتى البكتيريا الحلزونية وان احنا بعد ما ناخد العلاج بتاع ما بيأثرش على الارتكارية. تمام. خلاص. طيب دكتور احمد، يبقى كده مش شرط نطلب تحاليل، لا مش خالص، في كل انواع تشخيصها التحاليل. اكلينيكي بالنظر. تشخيص بالنظر. النقطة بقى اللي هو كنت عايز افتكرها، معلش. تمام. كتير قوي العيان يجي يقول لي يا دكتور بيطلع لي بقع مش عارف طب شكلها. طبعا في حاجة اسمها الارتكارية ومشابهات الارتكارية. تمام. فمين اللي هيميز الطبيب؟ فاحنا بقى العيان يقول لي بقى بارزه لفوق وطالعه شمال ويمين وفوق. دايما انا بقول للعيان الوصف مش زي الشوف. فنصيحه لاي مريض يجي له اي بقعه جلديه او اي حاجه يصور. تمام. الصور دي بتفرق قوي مع الطبيب. ان انا لما اشوف غير لما، وخصوصا الارتكارية احنا بنشبهها بالفرقعلوز، بتتنطط زي العفريت كده. وكتير قوي العيان يقول لي يا دكتور كان عندي ارتكارية ومفيش دلوقتي. بقول له شفت بتخاف مني اول ما جيت اقول له خافت من دي بركات. انا ممكن حتى اهزر مثلا واحده عندها ارتكارية وجوزها اقول له طب اطلع اتخانق معاها بره زعلها، بالتوتر بيجيب ارتكارية. فنخلي بالنا، يا ريت فعلا يبقى في تصوير لاي بقعه جلديه او تورمات، لان دي بتفرق قوي مع الدكتور لما هو يشوف بنفسه يقول له حاجه خضراء وحاجه زرقاء او حاجه لونها مش عارف يعني ممكن تكون اول ما يوصل للدكتور يلاقيها مش موجوده. وده بيحصل كتير. او بيجي في مرحله يعني ايه كتير، مثلا مش في الارتكارية بس، الورم بدأ بشكل معين او الالتهاب او قرحه، عمل معين بقى حجز ولا راح ولا كده، فات وقت فشكل البقعه اتغير. الاحسن يصور بقى. فمهم قوي نصور في مراحل مختلفه. ده مهم قوي في شغل الجلديه وشغل الحساسيه. تمام. طب بالنسبه للنقطه دي، احنا عاملين برنامج من برامج روح الحياه، يعني في للتوعيه، عاملين برنامج اكشف ايه. احنا عارفين ان احنا الارتكارية بنكشف لها جلديه، يعني ده اكتر حاجه منتشره. هل هو ده التخصص اللي بيكشف على الارتكارية بس؟ بص، دايما في الطب في نقط تقاطع. تمام. يعني احنا لسه بنقول الارتكارية الحادة حساسية جلدية، والارتكارية المزمنة مرض مناعي في الجلد. فهو الارتكارية ما بين دكاترة الجلدية ودكاترة المناعة والحساسية. بيبدأ بمين؟ هو في الغالب المريض هيروح لدكتور الجلدية، وما فيش مانع انه يبدا بدكتور الحساسيه. عشان دكاتره الجلديه ما تزعلش بس يعني. لا صحيح، هو النقطه مشتركه. بس بيبقى مهم قوي دايما ان الحد يبقى في كل تخصص يبقى ليه خبره في الحته اللي هيشتغلها. تمام. يعني مثلا انا محتاج مثلا في الارتكارية مثلا وغيرها ان انا اكون عندي خبره في استخدام ادويه المناعه والبيولوجي. لان انا مش بدل ما هدي العيان كورتيزون، لا، طب ما في اوبشنز احسن واختيارات احسن. فانا هبقى عارف القصه. واحيانا ممكن مثلا لو الشخص اللي بيتعامل مثلا ادى العلاج وما تحسنش وعايز يبدا علاج مناعي او علاج بيولوجي، ممكن يحولها للي ليه خبره. كلنا ما فيش مانع. ودي دي 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 رساله انا بقولها لنفسي ولاي زميل. انا كاحمد انا لا استحي حتى لو انا استشاري او كده ان العين يجي لي يقول له لا، طب انا محتاج اخد راي حد تاني. تمام. او ممكن حد تاني يفيدك احسن مني. مش حاجه عيب خالص. احنا ممكن كده يكون التطور بتاعنا ان انا بكشف جلديه، ولو الدكتور بتاع الجلديه لقاها ارتكارية لها علاقه بالمناعه بيحولها على دكتور المناعه. يعني هو خلي بالك الارتكارية ممكن تبقى يكمل مع الجلدية او يكمل مع الحساسية والمناعة، او يكمل الحساسية بس دايما زي ما قلنا بشرط ان الدكتور مثلا انا هكتب النيورال او علاج المناعة ابقى انا عارف متابعته مثلا من ناحية وظائف الكلى والدهون وهكذا. تمام. احنا بس مش عايزين نعمل مشاكل ما بين دكاتره المناعه والجلديه. لا خالص. بص دايما القصه دي بالعكس، ان ممكن بعض الزملاء في الجلديه يبقوا خبراء قوي في الحته دي احسن من دكاتره حساسيه. ممكن حد حساسيه يكون شاطر قوي في الحته دي، وممكن حد يكون حساسيه شغال في منطقه الصدر بس او كده. فبالعكس طالما انا في التخصص المنوط، يعني مثلا مش حد مثلا نسا، يبقى حد في التخصص المنوط وفي نفس الوقت ليا خبره في المنطقه دي اشتغلها. تمام. لو انا مش تخصصي او حتى تخصصي بس ماليش خبره فيها، مش عيب ان انا احولها لصاحب الخبره. تمام. طيب دكتور احمد بقى، العلاج هل كل حالة ارتكارية بتستدعي ادوية؟ العلاج فيه مشاكل كتير جدا بتحصل. يعني اول حاجة ان العيان بيسارع ويجري على الكورتيزون. وبعض الدكاترة بيشجعوه. هايل طبعا، سحري. هو مشكلته بقى في الارتكارية المزمنة. اول ما يحس بالهرش ياخد حقنة الدكسا او ياخد الفينادون شراب. هي حقنة الدكسا دي بناخدها في اي حاجة. الدكسا دي بشعة، خلي بالك كمية الكورتيزون فيها مش قليلة. يعني مثلا 8 مللي جرام ديكساميثازون حتى بنعلمها للشباب الاطباء دي تعادل اكتر من شريط سوليوبريد 5 مللي، يعني برضو مش حاجة قليلة. تمام. فالدكسا دي مش حاجة بالساهل، لا
حتى اللي بيدوها في حقنه هتلر بتاع الانفلونزا، واللي كان دكتور أيوة. مصطفى الشيم اتكلم عنها. برضو الكورتيزون ده للاسف بقى فيه اساءه استخدامه، وفي على العكس ناس بتخاف منه بزياده قوي. فلا، هي طبعا بتفيد قوي في الحالات الشديده. لكن بقى المشكله ايه؟ لو حد عنده ارتكاريه مزمنه، تخيل مثلا اديله سنه عنده ارتكاريه وعمال ياخد كورتيزون طبعا بيجي لنا وشه منفخ، عنده السكر وعنده الضغط وعنده المشاكل، لان هو بياخد حاجه ما ينفعش ياخدها على المدى البعيد الا في الحالات اللي الطبيب هو اللي يشوف كده. تمام. فارتكاريا هي بتشتغل نتيجه افراز الهستامين، فعشان كده علاجها الاول والثاني والثالث والرابع هو مضادات الهستامين. يبقى لو هستخدم الكورتيزون في الارتكاريا لحد واقل فتره ممكنه، او في تمام. الارتكاريا المزمنه لو الهرش شديد والاعراض شديده والمريض مش متحمل. لكن علاجنا مضادات الهستامين. مضادات الهستامين. تمام. طيب هل بقى في تطعيم او علاج بيولوجي ولا ده رفاهيه؟ طيب هرجع خطوه. ممكن تيجي في دماغ الناس الاول، هل كل مضادات الهستامين زي بعض؟ مضادات الهستامين فيها الجيل الاول، وده للاسف بقى اللي هو موجود في السوق كتير، بالذات مع الكورتيزون، الفينادون والكلام ده. تمام. ده اصلا لا يفضل ويحذر من استخدامه في الاطفال. بيسبب النعاس، بيدروخ، بيقلل التحصيل الدراسي للاطفال، لانه بيعدي البلاد برين بارير او الحاجز الغشاء اللي ربنا خلقه للمخ ده، فبيدروخ المخ وبيقلل كفاءة المخ وتركيزه. تمام. يعني يحذر منه في الاطفال. تمام. طبعا زي حقن الافيل، بس الافيل دي بتتاخد في الطوارئ. لكن بقى الالرجيل والانالارج اسمائهم في السوق او الفينادون دي كلها من الجيل الاول، لا يفضل تمام. استخدامها نهائيا. تمام. خلاص. اما الجيل الثاني كله شبه بعضه، زي السترزين او الزيرتك، وان كان بعض الناس بتنعس من الزيرتك شويه. التلفاست او الفيكسوفينادين او الليفوسيترزين وهكذا مفيش مانع منها. طب انا اديته مضاد الهستامين، وبنحب نديه قبل النوم عشان لو هيسبب شويه نعاس. اديته قبل النوم وصحي عنده ارتكاريا، ممكن نكتب حبايه تانية. تمام. ممكن لحد الثالث. احنا بنعلى بمضادات الهستامين في حالات الارتكاريا لحد 4 أضعاف، وده أأمن بكتير من الكورتيزون. فدايما خطوة الثانية الثالثة الرابعة. زمان كنا بقى ندي مضادات الهستامين H2 بلوكرز اللي هي بتاع المعدة زي الزنتاج، بس طبعا الزنتاج اتسحب من السوق عشان طلع فيه بقى ان مادة مسرطنة وقصة، بقى فيه الفاموتيدين هو اللي موجود، وفي كلام بقى على الكولشيسين بس دليلها ضعيف. فبعد الخطوة دي بطلع بقى زي ما حضرتك بتقول بقى العلاج المناعة. طيب دكتور احمد، برضو النقطة دي يعني اللي حضرتك شرحتها دلوقتي اعتقد ان هي تخص الاطباء اكتر من تخص المرضى. هل حضرتك بتشوف مرضى بياخدوا علاج اصلا من نفسهم؟ ما هو المريض بيهرش، هيروح الصيدلية يقول له اديني حقنة كورتيزون، او هو حفظ مثلا ياخد حقنة كورتيزون. طب دكتور احمد، دلوقتي الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي وشرحته اعتقد ان هو خاص بالاطباء اكتر ما هو خاص بالمرضى. فهل حضرتك مثلا ممكن تكون شفت مرضى بتاخد العلاج من نفسها؟ للاسف تكرار الكورتيزون لان هو بيريحه، والعين مش كل ما يجي له ارتكاريا هيروح يكشف، فهو بيستسهل يكرر الكورتيزون من نفسه. فبيجي بقى العين بمضاعفات الكورتيزون لانه عمال بيكرره من نفسه، وزي ما حضرتك قلت الكورتيزون ده سحر. فهي المشكله لا، احنا بننبه ارتكاريا تساوي مضادات الهستامين. الكورتيزون كان لو هنطبقها كده كقاعده عشان نسهلها على الناس، يعني نعتبره من المحظورات. طب أنا دلوقتي ولا يستخدم الا في الضرورات، اللي هي الضرورات تبيح المحظورات. معلش نقطه ثانيه في موضوع الكورتيزون. انا دلوقتي الكورتيزون ده بيريحني، ليه ماخدوش؟ لان هقول لك انا دايما بعملها في شريحه، بقول للدكاتره اعذروني بس على المنظر، انا بقول له انت لو دخل عندك صرصار في البيت خلاص هتضربه بايه؟ بالشبشب، صح؟ مشهور الشبشب. خلي بقى لو انا جبت الار بي جي ولا قنبله نوويه وضربت بيها الصرصار هيموت. ايوه بس البيت هيتهد. البيت كله ايوه. فهو الكورتيزون كده هيقضي على الصرصار او على الفروقلوز اللي هي الارتكاريا، بس هيهد البيت. يعني انا قصدي الكورتيزون هيريح الارتكاريا. طب لو حبايه زرتك ولا تلفاست هتهدي الارتكاريا من غير ما اعرض نفس الميه بيضه وميه زرقاء على العين ومن السكر والضغط وهشاشه العظام والكلام ده كله. فالكورتيزون هيريح، بس على المدى البعيد مضاعفاته كتير. انا طبعا مش عايز اعقد الناس من الكورتيزون 100%، طالما بيتكتب بوصفه طبيه واللي كاتبه عارف هو بيكتبه ليه. ما في امراض زي الذئبه الحمراء بنكتب الكورتيزون مدى طويل. هي فعلا هي من ناحيتين فعلا. في ناس بتسهل وتاخد كتير، بس في ناس تانية حتى لو الدكتور كاتبه بيقول ده بس ما تروحش للدكتور ده لانه بيكتب كورتيزون. احنا كدكاتره المناعه اكتر لازم نكتب كورتيزون، بس الواحد قبل ما يمسك القلم بيحسب هكسب ايه وهخسر ايه. يعني مثلا مرض مناعي بيهاجم العين، يعني يقول ما تدينيش كورتيزون، يعني لا قدر الله سيب العين تتحرق ويحصل عمى
وتقول لي ما تدينيش كورتيزون، هو مش منطقي. امم المناعه مهاجمه الكلى، ولا تمام. قدر ممكن يدخل على فشل يبقى كلوي او الدكتور هو كده. عارف هو بيستخدم الكورتيزون بس امتى وليه، لكن المريض يقعد وبجرعات قد ايه. يكرر من نفسه، دي مشكله كبيره. تمام. فاحنا قلنا اول حاجه مضادات الهستامين، جرعه ثم الثانيه ثم الثالثه، بطلع 4 سلمات. الخطوه اللي بعد كده بقى لو ما تحسنش، علاج المناعي. طبعا التوصيات العالميه حاطه العلاج البيولوجي الخطوه الثانيه، اللي هو الاوماليزوماب او الزولير، لان ده بيشتغل على الاي جي اي مباشره. تمام. طبعا ده نتائجه هايله، بس تكلفته عاليه. مم. يعني تقريبا ممكن يكلف 11,000 شهريا في الوقت الحالي. يا الله. والحمد لله بقى متوفر في التامين الصحي عندنا في لجان ما شاء المناعه. الله مبارك. بس هو طبعا لو حد هيجيبه على حسابه يبقى تكلفه. فانا لا الجا له بعد ما الا ما اكون استنفذت علاج مضادات الهستامين. او تمام. احيانا بنعكس القاعده، بعد الزولير ثم السايكلوسبورين علاج المناعه، ممكن نبدا بالسايكلوسبورين شويه. بس الارتكارية دي برضه يعني ممكن تلاقي حد دكتور احمد يجي لك يقول لك يعني اكتب لي اي علاج المهم ارتاح، يعني هو بيبقى فعلا تعبان برضه ما جدا. هي النقطه في الاستمرار. السايكلوسبورين علاج كويس جدا، واحنا بنصرفه نفق الدوله للي ملوش تامين. يعني الزولير اللي ليه تامين متوافر، اللي تمام. ملوش تامين بيبقى السايكلوسبورين متاح، او النيورال. برضه هو للاسف ناقص في السوق شويه. بس مم. النيورال دواء محتاج متابعه كويسه، لازم نتابع الضغط، نتابع وظائف الكلى، نتابع الدهون. طبعا بنأكد ان احنا دلوقتي مش بندي وصفة لحد لا يجيب دواء. طبعا احنا دلوقتي حضرتك بتدي وعي. احنا بنحط اه الخريطه، ولازم طبعا لسه بقول اصلا مثلا دواء زي النيورال لا يكتبه الا طبيب ليه خبره فيه. كمان يعني مش ايوه، اي لا طبيب، لان ده هي طبيب قصه. ليه انا خبرة فيه. يعني مثلا دواء بتابع مستوياته في الدم، او بشوف وظائف الكلى ونسبه الدهون وتاثيره على الضغط. يعني انا ببقى عارف الدواء واعراضه الجانبيه ايه عشان اعرف اتابعها. تمام. فطبعا هي القصه ان اللي انا اقصده ان برضو في النهايه مش الكورتيزون هو الحل. يعني زي ما قلنا هو في النوبات الحاده كده في اقل فتره ممكنه، لكن مش همشي عيان على كورتيزون مدى الحياه او فتره طويله. طيب ناخد بقى نقطه ثانيه يا دكتور احمد، الوقايه بقى. يعني هل في طرق للوقايه من الهرش او من الارتكارية؟ اذا عرف السبب بطل العجب. مم. ولسه قايل لك الارتكارية المزمنه اغلبها ما لهاش سبب، مم. بتيجي فجاه. لكن بقى لما بتيجي زي ما قلنا نبعد عن المسكنات، ما عدا الباراسيتامول، ونبعد عن التوتر قدر المستطاع. بس طبعا هيقول لي يا دكتور هبعد على ما العيال مش سايبيني ومش، بس قدر المستطاع. انا بقول لجوزها بص هتزعلها انت اللي هتشيل الليل، هتجيلك بقى ارتكارية وهتتعبك. فقدر المستطاع يعني مع التزام بالعلاج. من الاسباب اللي ممكن تقوم الارتكارية التوتر طبعا، او المسكنات، ولا حضرتك بتقول نبعد عن المسكنات ليه؟ نبعد عن المسكنات، ممكن تهيج الارتكارية. يعني المسكنات برضو ممكن تهيج الارتكارية. يبقى احنا كده عشان الوقاية اللي في ايدينا ان احنا نبعد عن اي توتر نفسي ونبعد عن اي مسكنات. بالظبط. طيب دكتور احمد بقى، علاج الارتكارية ده بيودي الارتكارية، يعني العيان بيصحى من الارتكارية؟ بيهديها، لكن ما بيهديها مش بيعالجها. يعني هو مرض ممكن يفضل معاه زي السكر مثلا والضغط وكده؟ هي دي نقطة كويسة أوي محتاجة توضيح. الارتكارية الحادة دي ممكن بتروح على طول مع تمام. الوقت، لكن لما بتبقى ارتكارية مزمنة، أنا بكتب على العين كده ارتكارية مزمنة غير مسببة. أقول له غير مسببة عشان ما تقعدش تزنق نفسك تبطل أكل وتبطل، لا عيش حياتك طالما ما فيش حاجة واضحة، يحرم ما نفسه فيش ارتباط واضح. تمام. ومزمنة أنا بقول له زي السكر والضغط، بس هي ممكن بتروح لوحدها. تمام. يعني ممكن العين ياخد العلاج هي تروح بعد سنة سنتين 3 الله أعلم. فدي مش العلاج بيعمل ايه بقى؟ بيهدي الاعراض. بيهدي الاعراض. يعني انا ببدا بسلمه مضاد هستامين، اتحسن وسيطرت عليها زي الفل، لما تحسنش بقى للثانيه للثالثه للرابعه، لحد ما اوصل بدات بيولوجي، بدات علاج مناعي، وهكذا. فهو بيسيطر. لو العيان فضل فتره تحت السيطره، اجرب ابدا انزل السلم تاني، سلمه. نزلنا الخلص والحمد لله لقينا الدنيا تمام، ممكن يجي وقت نوقف العلاج، خلاص هي كده في مرحله كمون وهدوء. ممكن لا قدر الله بعد العيان ممكن تجي له بعد 7-8 سنين تاني. تمام. لكن الحمد لله هي مش زي السكر والضغط ان لازم مدى الحياه، هي ممكن يجي عليها وقت يروح، بس يعني يبقى فاهم مراحل. العيان لازم يلتزم بالعلاج. والعيان يقول لي طب يا دكتور انا تعبان، انا باخد المضاد الهستامين برتاح، بس اليوم اللي ببطله فيه بتجيلي. بقول له نفس الفكره، ما هو مريض السكر بياخد علاج السكر عشان يظبط سكره، لو ما خدش علاج السكر والانسولين بتاعه تلاقي السكر نط. طيب في سؤال تاني بقى مهم جدا. بتقول مثلا انا خايفه، انا مش خايفه من الحساسيه، انا خايفه من ادويه الحساسيه اللي هو مضادات الهستامين ابني يدمنها اصلا. لا هي قصه مش هو هيدمنها، ما هو لو المرض مستمر هيضطر انه ياخد العلاج. مش هي اللي هتجيبها له، زي ما قلت مريض السكر، ما هو طول ما السكر عنده هيفضل ياخد العلاج. تمام. لكن اطمن الناس ادويه الهستامين، مضاد الهستامين ادويه امنه، لكن انا باكد دايما
ودي يمكن عملنا عليها هبده، ان مفيش دواء في السوق بدون اعراض جانبيه، لكن زي احنا بنقيس الايه المصلحه والمفسده. مضادات الهستامين اعراضها الجانبيه قليله، وفي ناس بتمشي عليها مده سنوات بدون مشاكل. فده افضل بكتير من الواحد يبقى عايش حياته تحت تهديد الارتكاريا والهرش والكلام ده. مع الطمأنة ان زي ما قلنا الارتكاريا المزمنه هي مرض حميد ملوش مضاعفات ان شاء الله على المدى البعيد، هي بس القصه لو معاها الوزمه الواعيه بتاثر على جهاز التنفس. طالما اطمنا انها مزمنه مش مالهاش علاقه بالانافيلاكس او الحساسيه المفرطه، انا بطمن الناس، هي بس بتبقى غلاستها في هرشها والمشاكل دي كلها. طيب دكتور احمد، نصيحة بقى أخيرة نلم بيها الحلقة بقى كلها النهاردة، لو حضرتك هتنصح مريض ارتكاريا مزمنة أو ارتكاريا يعني هتيجي وتروح تاني إن شاء الله يعني. في بقى تكه اخيره معلش برضه في النصيحه، راقب الارتكاريا. مم. افتكر دايما كلمه الفرقعلوز، يعني العيان بايه؟ تيجي له هنا، تنقل هنا، تنقل هنا، هنا تتنطط. مم. فانا حتى بقول للعيان هل الارتكاريا بتقعد اكتر من 24 ساعه؟ يقول لي لا انا مش قصدي ده كده، انا قصدي البقعه الواحده. يعني احنا بقول للعيان ايه؟ علم على بقعه وسجل ظهرت الساعه 9 صباحا النهارده، وتشوف هتفضل معاك قد وشوف. ايه. في الغالب تيجي له هنا 9 الصبح، الساعه 11 بتكون اختفت، بس ظهرت في الدراع الثاني، ظهرت في بطنه. دي ده الارتكاريا التقليديه، الفرقعلوز بتاعنا. تمام. لكن لو في بقعه واحده فضلت من 9 الصبح وعدى عليها 24 ساعه ل 9 الصبح تاني يوم، دي ممكن تكون التهاب في الاوعيه، ده ساعتها محتاجين ناخد منها عينه من الجلد. يعني بنفكر بس في عينه الجلد، ما ننساش ان لو البقعه الواحده طولت، او لو هي بتسيب علامه مكانها، دي نقطه. الارتكاريا بتسيب الجلد سليم، ممكن تسيب علامه ايه؟ اثار الهرش بس. لكن لو سابت نقطه دم او غمقان، ده ممكن يكون برضه محتاج عينه جلد، تمام. او عدم استجابتها نهائيا للتشخيص. طبعا ده بيكون قرار الطبيب المعالج. خلاصة الكلام بقى، لو عايز الخلاصة، الارتكاريا مرض حميد ما نقلقش منه، محتاج بس ان احنا نروح لدكتور متخصص الجلديه او المناعه والحساسيه، وناخد العلاج بانتظام. مضادات الهستامين الجيل الثاني، بلاش الجيل الاول. نبعد عن الكورتيزون قدر المستطاع، وحتى لو هستخدمه لاقل فتره ممكنه بلاش كورتيزون مستمر. هصلح حاجه واهدم قصادها 50 حاجه، والموضوع ان شاء الله بياخد وقت، ونبعد عن التوتر والقلق، وان شاء الله حياتنا هتبقى سعيده. جزاكم الله خير يا دكتور احمد. وفي الختام، لو الحلقه النهارده قدرت تطمنكم على موضوع الارتكاريا، وفي الختام يا رب نكون قدرنا نوصل كل معلومات الارتكاريا، وقدرنا نطمن كل المرضى بتاع الارتكاريا او لو حد ليه قريب عنده مرض الارتكاريا. ولو عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.